بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سيداتي سأقدم لكم حلوى اقتصادية ولذيذة وشيشة بزاف وفي متناول الجميع. كتجي رائعة، منظر رائع ومذاق لا يقاوم. ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. لهاد الحلوى غادي نحتاجو 125 غرام من الزبدة، زبدة للأكل، كأس إلا الربع من زيت النباتية، كأس العنبة، نصف كأس العنبة من السكر خشن، سكر سنيدة، كيس فاني، كيس من بيكنج باودر أو خميرة كيميائية، بيضتان. للتزيين غادي نحتاج الكوك والكونفيتير والدقيق مع قبصة من الملح. نبدأ على بركة الله. في إناء نضع الزبدة والسكر، نخدم الزبدة مع السكر جيدا كتولد ليا كريم. هذا هو شكل العجين ديالنا، ما خصوش يكون مرخوف، ما خصوش يكون قاصح بزاف. كتجي خدات ليا 350 غرام من الدقيق، يعني ضفت 100 غرام دقيق. الان غادي نشكلها كويرات. الان غادي ناخذ كميه من العجين تكون غير صغيره لان غادي تزيد مع الخميره. غادي نعمل فيها ثقب في الوسط هكذا، نضعها في صينيه الفرن. ما نحتاجوش ندهنوا الصينيه لان الحلوى ديالنا فيها الزبده. هذه هي الحلوى ديالي بعد ما خرجتها من الفران وبردات شي شويه. الان غادي نزينها. هنا عندي مربى الرمان اللي سبق لي وحضرت معكم، ضفت ليه هنا شويه د الملون احمر مذاق الفريز. هذا مربى الرمان اللي سبق لي وحضرت معكم، ستجدون الرابط اسفل الفيديو. هنا ايضا وضعت القليل من مربى الرمان، ضفت ليه قليل من الماء. عندي الكوك او جوز الهند. الا كنتو غادي تستعملوا المربى اللي كيتباع في المحلات، الا جبتوه ضيفوا ليه شويه السكر وديروه يطيب شي شويه باش ما يتخوى لينا من الحلوى. بسم الله. غادي ناخذ الحلوى
غادي ندهنها بقليل من المربى. غادي نوضعها في الكوك او جوج الهند كما ترون. في الوسط غادي نعمل المربى. هذا هو شكل الحلوى ديالنا. هذا هو الشكل النهائي سيداتي. الحلوى ديالنا كتجي رائعه لذيذه بزاف. كنجربوها وما تنساوش الاشتراك معي في القناه ليصلكم مني جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش تعملوا جيم وتبارطاجيو، تخلوا لي التعليقات ديالكم.